السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الأهلي بيتعادل للأسف مع سان داونز. المباراة اللي كان المفروض الأهلي يخشها ويكسب بأي طريقة، سواء بقى 1-0 2-1، لكن للأسف الأهلي بيتعادل وبيخسر أهم نقطتين حاليا في أفريقيا. الأهلي بيتعادل في القاهرة، يعني المفروض سان داونز ده أنت على قد ما تقدر حاول أنت تكسبه عشان حتى تروح تعمل معاه نتيجة إيجابية في جنوب أفريقيا، لكن للأسف الأهلي بيتعادل وبيخسر أهم نقطتين. الأهلي كان خسران وبعدين اتعادل أو عمل رومنتادا، سجل محمد عبد المنعم وحسين الشحات، وقبل الهدفين أصلا كان في ضربة جزاء أصلا للأهلي. المفروض المتخصص بتاعها مين؟ علي معلول. الله اعلم بقى علي معلول كان بيتعالج بره او كان مصاب او كان كولر بيشرح له حاجه وتقريبا ما راحش يشوط ضربه جزاء، او كولر ما عادش عاوز علي معلول يشوط ضربه جزاء. الله اعلم ايه اللي حصل، لكن للاسف محمد هاني بيخش وبيضيعها. محمد هاني بصراحه النهارده عمل مباراه كويسه، لكن ضربه الجزاء دي هي اللي حطته في مشكله. انت حاليا ما شطتش مع الاهلي الا تقريبا 3 ضربات جزاء، جبت منهم 2 وضيعت واحده. ضربه الجزاء اللي ضيعتها تقريبا دي كانت امام الزمالك في السوبر المصري في الامارات 2020، فكان لازم كولر يتدخل ويشوف اي حد غير محمد هاني اللي يشوطها، لكن للاسف محمد هاني بيخش وبيهدر ضربه الجزاء. وبعدها على طول كان في هجمه لسان داونز قبل ما الاهلي يتقدم او قبل ما الاهلي يتعادل، وكان سان داونز كان هيسجل الهدف الثاني ويقتل اللقاء تماما، لكن الشناوي بيتألق وبيصد الكرة دي. بعد تصدي الكرة دي طبعا الدنيا اتحولت والدنيا اتقلبت. الاهلي بدأ يهاجم اكتر من الاول، وقدر بعدها على طول باقل من دقيقتين او اقل من 3 دقايق محمد عبد المنعم يسجل التعادل، وبعدها حسين الشحات يسجل التقدم للنادي الاهلي. شناوي النهارده كان عامل مباراه قويه جدا امام سان داونز، وقدر اللي هو يتصدى اكتر من كوره واكتر من فرصه محققه لسان داونز. شابوه يا شناوي. كولر النهارده بيفاجئنا بتغيير غريب جدا في تسديد ضربات الجزاء. المفروض المتخصص ليها هو علي معلول. ليه تدخل محمد هاني؟ وليه قلت في المؤتمر الصحفي اللي انا عاوز اغير المتسددين لضربات الجزاء؟ كنت غير بعد المباراه دي، بلاش كنت تغير في المباراه دي بالذات. يعني كنت خلي علي معلول يشوط عادل من المباراه دي والمباراه القادمه غير. لكن انا ما اعرفش ليه كولر قال كده، وما اعرفش برضه ليه كولر ادى الفرصه لمحمد هاني اللي هو يشوط ضربات الجزاء. تعال بقى كده للحاجه التانية، وهي طبعا التغييرات والتشكيل اللي بدا بيه كولر النهارده. كولر بدأ 4-2-3-1 ولعب مروان عطية مكان حمدي فتحي، ولعب قفشه مكانه. ولكن انا اللي مضايقني تغيير كهربا ببيرسي تاو. يعني ليه تلعب بيرسي تاو وكهربا؟ المباراه اللي فاتت كان متألق برضه. معرفش برضه ليه كولر ما لعبش كهربا. انت حاليا انت بتقول لي انا عاوز مهاجم. كهربا كان ممكن يعمل معاك زياده هجوميه قويه، وكان ممكن يعمل معاك خطوره هجوميه على اي منافس، لكن برضه كولر قرر اللي هو يلعب بيرسي تاو. وطبعا بيرسي تاو النهارده يعني ما كانش في احسن حالاته، لكن جاب الراجل عمل ضربه جزاء. في الشوط التاني طبعا كان عامل شوط كويس. الشوط الاولاني ما كانش موجود قوي، لكن انا ما اعرفش برضو كولر ليه عاوز يلاعب بيرسي تاو ويقعد كهربا. مروان عطيه بالنسبه لي هو احسن واحد في المباراه دي، هو وحسين الشحات. طبعا مباراه قويه جدا، ومباراه اثبت فيها مروان عطيه اللي هو يستحق اللي هو يلعب اساسي مع اي حد. شابوه يا مروان. صفقات يناير حاليا صفقات قويه جدا، سواء صفقه خالد عبد الفتاح او مروان عطيه، او كمان ان شاء الله لما نشوف قندوسي هيعمل اداء عالي مع النادي الاهلي بس اما يلعب. شابوه يا مروان، تقدير منك دايما المزيد. كسر الدنيا باذن الله مع النادي الاهلي. زي ما انتم شايفين ده جدول الترتيب بتاع المجموعه بتاعتنا. سان داونز في المركز الاول 7 نقاط من 3 مباريات. الهلال السوداني في المركز الثاني 6 نقاط من 3 مباريات. الاهلي في المركز الثالث بنقطه واحده من مباراتين. القطن الكاميروني في المركز الأخير بولا نقطة من مباراتين. على الجانب الآخر الزمالك بيخسر من الترجي التونسي بهدفين مقابل لا شيء، وبيصعب المهمة عليه تماما. الزمالك النهارده خسر من الترجي في رادس كده، بمعنى ان الزمالك ممكن ما يصعدش للدور القادم وممكن يخرج من دور المجموعات. مهمه بقت صعبه جدا على نادي الزمالك. نادي الزمالك في المركز الاخير بنقطه وحيده، بينما الترجي التونسي اللي بشكل رسمي او بنسبه 95% صعد للدور القادم، لان هو معاه 9 نقاط من 3 مباريات. العلامه الكامله حرفيا للترجي التونسي حاليا. لكن طبعا لسه الزمالك ليه مباراتين في مصر ومباراة في الجزائر. لو قدر الزمالك اللي هو يكسب ال3 مباريات ممكن يصعد، لكن بشرط الزمالك يكسب الترجي في مصر والمريخ في مصر، وكمان يكسب
شباب بلوزداد في الجزائر، لان مباراه شباب بلوزداد مع الزمالك هتبقى مباراه قويه جدا. شباب بلوزداد هيبقى عاوز يكسب الزمالك علشان يصعد، او حتى يعمل معاه نتيجه ايجابيه علشان يصعد. فبالتوفيق ان شاء الله للنادي الاهلي والنادي الزمالك في مشوارهم الافريقي. وبس كده، اشوفكم ان شاء الله على خير، مع السلامه.